السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الهبيده في كاس العالم. خلونا نتكلم النهارده عن الماتشات اللي اتلعبت في المجموعه الثانيه. اول ماتش معانا ماتش المنتخب الانجليزي والمنتخب الايراني. المنتخب الانجليزي نزل عمل حفله على المنتخب الايراني وفازوا عليهم بنتيجه كبيره جدا، نتيجه 6-2. المباراه سجل فيها راشفورد هدف، ساكا سجل هدفين، جاك جريليتش هدف، ورحيم ستيرلينج سجل هدف، وجود بلينجهام سجل هدف، وسجل هدفين المنتخب الايراني جود مهدي تريمي. تقريبا كان ناقص لهم ان الجمهور ينزل يلعب ويسجل هو كمان اهداف. المباراه بدات بسيطره كامله للمنتخب الانجليزي اللي قدر يسجل هدف في الثاني في الثالث في الشوط الاولاني، ونهوا الشوط الاولاني بتقدم 3-0 ونجحوا في تسجيل 3 زيهم في الشوط الثاني. بجد المنتخب الانجليزي قدم اداء رائع جدا واعلن الحرب على كل المنتخبات المشاركه في كاس العالم. انا مش جاي اهزر البطوله دي. بعد ما فازوا بالبطوله سنه 66 وهي دي البطوله الوحيده في تاريخهم، جايين السنه دي وحاطين املهم ان هم يفوزوا باللقب ويبقى اللقب الثاني في تاريخهم. بيعتبر الفوز الكبير ده للمنتخب الانجليزي هو اكبر فوز ليهم في مبارياتهم في الافتتاحيه في تاريخ كل البطولات اللي شاركوا فيها. اما المنتخب الايراني فقدم ماتش كارثي جدا بقياده المدرب كارلوس كيروش، اللي احنا كويس ما صعدناش معاه كاس عالم، كنا رحنا اتفضحنا وجينا. هل ممكن يكون الاداء الكارثي ده سببه هو اصابه حارس مرماهم في اول دقايق المباراه، ولا فرق الجوده اللي بين لاعبي المنتخب الايراني ولاعبي المنتخب الانجليزي اللي الفرق بينهم رهيب جدا؟ بس مش هو ده المنتخب الايراني اللي احنا شفناه في التصفيات كاس العالم واللي احنا شفناه في كاس عالم 2018. لا، المنتخب تقريبا اتبدل تماما. المنتخب الايراني منتخب خايف جدا، متوتر، نازل غير منظم، غير متماسك في ارض الملعب، مش قادرين يعملوا او يقدموا اي حاجه في ارض الملعب. حتى الطريقه الدفاعيه اللي لعبوا بيها طريقه دفاعيه بحته جدا، ما قدروش حتى يوقفوا بيها خطوره وهجمات المنتخب الانجليزي. المنتخب الايراني حتى في التحولات من الدفاع للهجوم كانت منعدمه، وحتى لو كانت موجوده فكانت بتبقى بطيئه جدا. كان بيضطروا ان هم ياخدوا وقت كبير جدا. بيكون المنتخب الانجليزي راجع للاماكن بتاعته وتمركز بشكل كويس جدا، وبيبتلوا الهجمه والكره بتتقطع منهم وتترد عليهم بهجمات مرتده. المنتخب الانجليزي السريع جدا في الهجمات المرتده بقياده الاجنحه الرهيبه والسريعه النفاثه بتاعته. حتى المنتخب الانجليزي لما قرر ان هو يخرج ساكا ويخرج رحيم ستيرلينج، لا ده بينزل صواريخ من على دكه البدلاء. نزل ماركوس راشفورد اللي بيسجل هدف سريع جدا اول ما نزل، بعد ما نزل بحوالي 45 ثانيه، وبينزل جاك جريليتش ومعاهم فول فودن. فاللي هو يعني الدكه، يعني انا مش عارف هو هيلعب بمين ولا مين. فالله يكون في عون المنتخب الايراني وكل الجماهير الايرانيه اللي بجد قدموا اداء سيء جدا. ما اتمناش ان هم يقدموه في المباريات اللي جايه. عندهم ماتشات لسه مع المنتخب الامريكي والمنتخب الويلزي، ممكن يتطوروا، ممكن ساعتها يرجعوا يقدموا المستوى المعهود ليهم ويقدروا يقدموا حاجه كبيره في المونديال. اما تاني مباراه موجوده معانا في المجموعه كانت ما بين المنتخب الامريكي والمنتخب الويلزي. المباراه اللي انتهت بنتيجه تعادل ايجابي 1-1. المباراه اللي بتعتبر من افضل وامتع المباريات اللي اتلعبت في كاس العالم، وخصوصا في المجموعه الثانيه. المباراه كانت ممتعه جدا، انا عن نفسي اتفرجت عليها وفعلا استمتعت بيها. قدر المنتخب الامريكي يسجل الهدف الاول عن طريق وايا، ابن جورج وايا، نجم افريقيا ومنتخب ليبيريا ولاعب ميلان الايطالي سابقا والفائز بالبالون دور. المشكله بقى هنا ان جورج وايا ده هو رئيس ليبيريا حاليا، وابنه بيلعب في المنتخب الامريكي. اللي هو مين مع مين؟ حد يفهمنا ازاي ده رئيس دوله المنتخب ليبيريا وابنه رايح يلعب في منتخب امريكا؟ يلا ربنا يوفقهم ويقدروا يجمعوا اي حاجه. بعدها بينجح المنتخب الويلزي بقياده جاريث بيل بتسجيل هدف التعادل عن طريق ضربه الجزاء في الدقائق قاتله جدا في اواخر المباراه. بيقدر يتعادل بيها وبيخطف نقطه ثمينه لمنتخب بلاده ممكن تساعدهم في الصعود الى الدور الثاني. امريكا قدرت ان هي تظهر قوتها في فترات كبيره من المباراه، لكن سوء اداره الشوط الثاني والتراجع المبكر الغير مبرر من المنتخب الامريكي خلاهم يدفعوا الثمن غالي جدا بان هم يفقدوا نقطتين مهمين جدا في صراعهم في الوصول للمركز الثاني، لان المركز الاول تقريبا محسوم للمنتخب الانجليزي. وبكده نكون وصلنا لنهايه كلامنا عن المجموعه وعن ماتشات المجموعه الثانيه. خلونا نشوفكم في حلقات جايه، وانتظروا كل ما هو جديد من الهبيده. ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه لو عجبتكم، وسبسكرايب وفولو للقناه،
واستنونا الحلقه الجايه.